كاساي الاسم القديم لواحدة من أقدم الدول في العالم، واللي هي الصين. الصين اللي خرجت للعالم حاجات كتير قوي، سور الصين العظيم وماو تسي تونج وشركة شاومي والمانها والمكرونة، وأظن انت عارفين كويس قوي أنا قصدي إيه بالمكرونة. بس في الحقيقة كل دول مش من مفضلاتي. انا الشيء الوحيد اللي خرجته الصين ومن مفضلاتي فهو شيء واحد بس. الشيء ده هو قرد، بس مش قرد عادي نهائيا، لا القرد ده هو الحكيم مساوي السماوات. ايوه القرد ده هو ملك القرود كلهم. القرد ده هو صن ووكونج. He appeared from the rock on the flower fruit mountain, the crown monkey king, the sage equal to the heavens, Sun Wukong. هلا والله يا شباب، وفي عودة لفيديو جديد من سلسلة فيديوهات مقدار القوة في موسمها الخامس. والنهاردة هنقول ايه هو مقدار قوة صن ووكونج الملك القرد. هتقولي يا فارس ما انت عامل له فيديو قبل كده. ولد عيب، ايه في لعبة وفي ترند وفي فلوس، عايز نضيعهم ولا ايه؟ اي نعم ان اللعبة نازلة بقالها فترة كبيرة وترندها شبه بينتهي يعني، بس ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي اصلا. وغير كده انا قايل ان هعمل ريميك لكذا فيديو، فاظن ان الملك يستحق الريميك ده. وبعدين يعني في مين احسن مني؟ انا الرجل الاول والافضل في المجال ده في الوطن العربي كله. اديني في النرجسيه يا ابو عمو. المهم يعني الفيديو ده كامل شامل، هنغطي بيه كل حاجه عن مقدار قوه صن ووكونج. وخلينا نبدا الاول بالمعدات، عشان معدات صن ووكونج مش هي اهم حاجه يعني. هما معدتين بالعدد، روي جينج وبانج عصايه صن ووكونج، العصايه اللي كانت في الاصل عمود حديدي عملاق في مملكه اوجوانج، واللي كانت مقدره لصن ووكونج انه ياخدها لانه ما عجبوش اي سلاح من اسلحه ملك التنانين. وروي جينج وبانج تحديدا كان بتتفاعل مع وجود صن ووكونج في المملكه. بمعنى اصح يعني السلاح ده بيختار الشخص اللي يبقى معاه، وهو اختار صن ووكونج. المهم بقى روي جينج وبانج هو سلاح تقيل جدا، فعليا وزنه تقريبا 8 طن، ومع وزنه التقيل ده فهو قادر على حاجات كتير جدا. قادر على التكبير والتصغير، تكبير لدرجه انه يوصل للسماء ال 33. فعليا السماء في الميثولوجيا الصينيه هي 36 طبقه، بمعنى ان روي جينج وبانج قادره توصل لقرب نهايات السماء، وتوصل كمان للطبقات ال 18 من العالم السفلي اللي هي نهايه العالم السفلي فعليا، وتصغر لدرجه انها تبقى بحجم الابره. غير انها قادره انها تبقى نسخه من صن ووكونج نفسه وتحارب بنفسها كمان. وعامه هي قادره تتحول لحاجات كتير قوي مش صن ووكونج نفسه بس، غير قدرتها على التاثير على الارواح الغير ماديه. بص لو في روح بشكل عام فاي شيء مادي مش هيقدر انه ياثر عليها. على سبيل المثال بما اننا لسه متكلمين على سبونج بوب، فلو ما شفتش الفيديو روح شوفه فهتلاقيه في الاي اللي هتطلع فوق دي. المهم يعني ده الهولند الطائر، روح غير ماديه. لو جيت انا بقى وحاولت اضربه بايدي، ايدي هتعدي منه حرفيا. انما لو جبت روي جينج وبانج فهو هيتروق، حرفيا هيتروق يعني. وبس هي دي كل حاجه عن روي جينج وبانج، عشان الشباب اللي كانت متضايقه قوي يعني عشان ما حطيتهاش في اقوى 5 اسلحه اسطوريه. السلاح مش قوي، صن ووكونج هو اللي قوي، انما مقارنه بباقي الاسلحه الاسطوريه اللي اتكلمت عنها فروي جينج وبانج مش اقوى منهم. المهم يعني بلاش نتشتت عن مواضيع بره الموضوع بتاعنا. في بقى الدرع بتاع صن ووكونج، واللي مكون من 3 حاجات: درع ذهبي متين جدا، واحذيه قادر صن ووكونج بيها من قفزه واحده بس انه يوصل للسماء، وقبعه مدموجه بريش العنقاء. هي دي كل معدات صن ووكونج. نروح بقى للقدرات، وهنا كلامنا هيبقى كتير شويه حلوين. بص يا معلم، خلينا نبدا كده بالفن القتالي نفسه لصن ووكونج. صن ووكونج كان بيتدرب ويتعلم من نخبه من اقوى المقاتلين في العالم بتاعه كله. كان بيتدرب مع استنى انا فارس من المستقبل وجاي افكرك انك بقالك فتره ما بتعملش فيديوهات ميثولوجيا، ولو قلت الكلمه دي هيتم اقامه ادعاءات الالحاح والماسوريه والبندقيه وبتتبع الديانه المارادونيه. اوعى تقول الكلمه دي، اوعى تقولها نهائيا. اسيبك بقى تكمل بعد ما صححت لك الخطا الفادح اللي انت كنت هتقع فيه. بص يا معلم، كان بيتدرب ويتعلم مع الكيانات اللي هم الجماعه اللي ما ينفعش نقول اسمهم دول عشان عيب وحرام، المهم يعني، وكمان مع المحاربين الاقوياء جدا. وتدريبه وتعليمه على ايد الناس دي خلاه هو نفسه واحد من اقوى اصحاب القدرات والفنون القتاليه في العالم بتاعه نفسه. عايز تعرف قد ايه فنون القتاليه قويه؟ فصن ووكونج كان قادر انه يحارب نسخه منه، كانت النسخه دي عندها قدره بالتنبؤ بحركاته نفسها، ومع ذلك كان بيقدر في اوقات كتير كمان انه يكسب
كسب النسخه دي، وده الفن القتالي نفسه. بس مع الفن القتالي ده بقى في قدرات ايه؟ بص يا معلم، مبدئيا كده اول حاجه هنبدا بيها فهي حواس وادراك سان ووكونج القوي جدا. سان ووكونج قادر انه يشوف اجنحه اليعسوب لو كان على بعد 1000 ميل، وقادر انه يسمع المحادثات اللي بتحصل في السماء واللي بتحصل في العالم السفلي. وعندك كمان واحده من القدرات السحريه لسان ووكونج، فهو عن طريق رسم دايره حوالين نفسه او الاشخاص اللي عايز يحميهم بالدايره دي، فالدايره دي تتحول لحاجز حمايه بيحمي سان ووكونج وكل اللي معاه. بس الحاجز السحري ده فيه نقطه ضعف، لو سان ووكونج او اي شخص جوه الدايره السحريه دي خرج منها فالدايره هيتم ابطالها. وغير كده فسان ووكونج قادر على التلاعب بحجمه، ودي في ليفل تاني خالص عن كل اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. سان ووكونج قادر انه يصغر نفسه لحجم شعره حرفيا، وقادر انه يكبر نفسه لدرجه انه يوصل لحجم الكون كله. وغير كده فهو لو صغر نفسه لحجم الشعره مثلا فهو قادر انه يدخل لجسم اشخاص تانيين ويكبر نفسه جواهم، واظن انت عارف دي هتبقى نتيجتها ايه يعني. وغير حذاء سان ووكونج اللي قادر يوصل بيه للسماء، فسان ووكونج نفسه من غير الحذاء قادر على الطيران عادي جدا. غير قدره التلاعب بعنصر الهواء نفسه، قادر انه يستخدمها كشكل هجومي ويعمل رياح واعاصير. غير انه من انفاسه بس قادر انه يدمر جبال وغابات، وقادر يستخدمها بشكل تاني وهو زياده سرعته نفسها بحيث ان الرياح تبقى عامل مساعد ليه. وغير الهواء فهو قادر برضه يتلاعب بعنصر الماء. فعليا سان ووكونج قادر انه يقسم انهار ومحيطات على مزاجه. على سبيل المثال مثلا فعندك المحيط الهندي، المحيط ده شكله مش عاجبني الصراحه، حاسه مهرجه كده في نفسه قوي، الكلام ده كله هدوكين وكده تمام قوي كده، نص مهرجه ونص طاوي. صح سان ووكونج ما بيغرق. يا ربي ليه يا ربي ليه 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 اللهم انا اعتراض يا ربي ليه. هو عموما يعني سان ووكونج نفسه قادر على التلاعب بالطقس كله، عواصف ماشي، تسونامي ما يضرش، برق ورعد يا سلام. وقدره تغيير الطقس دي مش محدوده بمكان معين، لا هي قادره تاثر على الكوكب كله. حاجه كمان لا مش هقول كاجي بونشن المره دي، هو فعليا يعني كاجي بونشن هنقولها قدام، المره دي هقول ايوه سان ووكونج قادر انه يستدعي مخلوقات او كيانات تساعده في المعارك بتاعته. في واحده من مغامراته احتاج لمساعده فاستدعى ملك تنانين المحيط الشمالي عشان يساعده. واخد بالك يالا، ملك تنانين مش ضفدعه يا تافه. وغير كده هو قادر على الاختفاء برضه وانه يبقى غير مرئي او ملموس. وبرضه سان ووكونج مستخدم كمان لسحر التثبيت، باستخدام صبعه بس قادر انه يلقي على خصمه سحر التثبيت ده ويجمدهم في مكانهم، والسحر ده ممكن يستمر لمده يوم كامل. وعندك كمان الاسقاط النجمي، فسان ووكونج وهو نايم قادر كمان انه يخرج روحه من جسمه المادي، وروحه دي قادره تقاتل كمان وتتفاعل مع الحاجات الماديه زيها زي روي جينجو بانج مثلا، وقادر يستخدم روي جينجو بانج في شكل الروح ده. وعندك كمان سان ووكونج قادر على التلاعب بعقل الاشخاص التانيين، وعندك مقاومه نهائيه ضد الامراض. سان ووكونج قادر كمان على التلاعب المكاني. وبص الموضوع ده معقد شويتين ثلاثه ومش فاهم آلية عمله ازاي، بس بمنتهى البساطه كده لو انت راكب عربيه ومسافر من القاهره لاسكندريه، فالمسافه بين القاهره واسكندريه 218 كيلو. سان ووكونج بقى قادر يتلاعب بالمسافه دي كلها ويخليها 10 كيلو مثلا، وهي تقنيه عموما بيستخدمها في السفر بشكل عام. آلية عملها بقى ازاي مش فاهمها الصراحه، هل بيضغط المسافه دي في بعض او بيسهل طرق المسافه ما اعرفش الصراحه، بس المهم يعني انها تقنيه من تقنيات. وعندك كمان الفايري جولدن ايز، العيون الذهبيه الملتهبه، ودي ليها قصه لازم تتحكي الصراحه. في وقت من الاوقات كان سان ووكونج عايش في السماء مع الكيانات والليله دي كلها، وكان حارس لفواكه الخلود، واظن كلنا عارفين سعي سان ووكونج الكبير للخلود، فقرر انه ياكل فواكه الخلود دي، وهوب رجع لمملكه القرود بتاعته تاني. الامر ده اللي ضايق كل الكيانات تقريبا، فقرروا انهم يبعتوا كل قواتهم عشان يقبضوا على سان ووكونج، وفعلا قدروا انهم يقبضوا عليه، وقرروا انهم يدخلوه في فرن اسمه فرن اللاوزي عشان يحرقوه ويحولوه لرماد. سان ووكونج قدر انه يستخبى في مكان ما فيهوش لهب الفرن ده، وقدر انه يهرب بعد كده، بس تعرضه للهب والدخان لفتره كبيره غير في تركيبات وقدرات عينه نفسها، وهي دي العيون الذهبيه الملتهبه. ايه بقى قدره عينه دي؟ فعليا سان ووكونج قادر انه يشوف اي تحول او تقنيه اوهام. اي قدره تحول سان ووكونج قادر انه يشوف الاصل بتاعها، اي قدره وهم سان ووكونج قادر انه يشوف الاصل بتاعها برضه. وغير كده فسان ووكونج قادر انه يطلع ليزر من عينه. فعليا قدره الليزر دي سان ووكونج قادر عليها من اول ما اتولد اصلا. وطبعا اهم قدرات سان ووكونج فهي فن الجماهير الارضيه، اللي هي تحولات ال 72 المبكره يعني. بس اكتشفت لما قعدت قرايه رحله الى الغرب ان اسمها ارت اوف ذا ايرثلي مالتيتودز، اللي
هي فن الجماهير الارضيه. ايه الفن ده بقى؟ بص يا معلم، بعد ما سان وكونج وصل لدرجه الخلود الاولى، هنتكلم عن موضوع الخلود ده في الاخر عموما يعني، عرف انه هيتعرض ل3 كوارث من كبار السماء عشان يدمروا الخلود بتاعه وتؤدي لموت. فقرر انه يتعلم الفن ده، واللي بيتكون من 72 تحول مختلف، كل تحول فيهم بيديله قدره مختلفه عشان يتغلب على كارثه من الكوارث اللي بتؤدي للموت. معناه ايه بقى الكلام ده يا معلم؟ معناه ان سان وكونج قادر يتغلب على اي 72 كارثه مهما كانت هي ايه وازاي، ويتغلب على فكره موته بسببهم. وهي دي التحولات ال 72 المبكره او فن الجماهير الارضيه. وبعد ما سان وكونج تعلم فن الجماهير الارضيه، فقرر انه يرجع لمملكه القرود بتاعته، واذ فجاه يعرف ان في وحش خد القرود صحابه كرهاين. فهنا سان وكونج يكشف لنا عن قدره تانيه مهمه جدا، وهي شعره. ايوه، شعر سان وكونج ده عباره عن جيش كامل يا معلم. اي شعره عند سان وكونج قادر انه يحولها لنسخه منه بنفس قوته وقدراته القتاليه، ومعاها نسخه كمان من روي جينجو بان. سان وكونج عنده 84,000 شعره، فحرفيا اللي هيحارب سان وكونج هو هيحارب 84,000 سان وكونج بنفس القدرات والامكانيات. واستنى، الموضوع ما انتهاش على كده. سان وكونج نفسه بيقول ان النسخ بتاعته هي كمان قادره تعمل نسخ من نفسها بنفس الشعر، بمعنى ان سان وكونج نفسه قادر انه يوصل جيشه لمليارات كلهم بنفس قدرته. وقدره التحول على الشعر دي مش بتتحول لنسخه من سان وكونج نفسه بس، لا، لاشخاص تانيين كمان. مش معروف بنفس قدرات الاشخاص التانيين دول ولا لا، بس برضه هي قدره مهمه. وغير كده فسان وكونج قادر يحول نفسه اصلا لاي شيء، اذا كان اشجار او مواد زي الصخور مثلا، او حيوانات كمان، او حتى تحولات خياليه. كان في معركه بينه وبين نيزها، في المعركه دي سان وكونج اتحول لوحش ب3 رؤوس و6 اذرع. ومش كده وبس، لا، في التحول ده يقدر سان وكونج كمان انه يستخدم كل قدراته الكامله زي فن الجماهير الارضيه مثلا. وهنا نكون خلصنا كل قدرات سان وكونج. قد تعتقد بعد كده ان هروح للسرعه، بس لا خالص، انا هروح لك بعد كده لاهم لحظات سان وكونج، عشان في لحظه منهم مرتبطه بشكل كبير قوي بالسرعه. المهم يعني سان وكونج بيدعي انه قادر يحرك القمر بايديه بس، غير انه هزم عدد كبير جدا من امراء الشياطين. هو سان وكونج فعليا نهب العالم السفلي كله من كنوزه ومدخراته. وغير كده كان قادر انه يرعب التنانين ال4 العظماء، ومن كتر خوفهم منه فيما بعد بقى اصحابه بيساعدوه، وقاتل قتال متساوي جدا مع نيزها. ومش كده وبس، لا، ده هزم نيزها في الاخر، وبيتقال ان معركته مع نيزها كانت بتهز الكوكب كله، غير انه هزم عدد كبير جدا من جيوش السماء. بس بالنسبه لي اهم لحظه لسان وكونج، فبص يا معلم، ده امبراطور الياش، تقدر تقول عليه كده كبير الميثولوجيا الصينيه، حاجه كده اشبه بزوس في الميثولوجيا الاغريقيه واودين في الميثولوجيا النورديه. ده بقى بوذا، الكبير بتاع الكبير نفسه. امبراطور الياش لو اتزنق بيلجأ لبوذا. شايف بوذا بقى ده نفسه سان وكونج فعليا بيعاملوا معامله قذره. عايز تعرف قذره قد ايه؟ فسان وكونج من كتر ما بوذا لا يعني ليه شيء، فهو طرطر على ايده. يا سلام، هي دي اللحظات الايقونيه بصحيح. نروح بقى بعد كده للسرعه. سان وكونج قادر انه يسافر لمسافه 54,000 كيلو متر في شقلبه واحده بس منه. لو افترضنا ان الشقلبه الواحده دي بتاخد ثانيه مثلا، فعمك سان وكونج قادر انه يسافر مسافه 194,400,000 كيلو متر في الساعه الواحده، قرب 10% تقريبا من سرعه الضوء. صح؟ يوسفنا اقول لك لا مش صح، السرعه دي مش اقصى سرعه لسان وكونج خالص. فاكر لما قلت لك انه لا مؤاخذه يعني طرطر على ايد بوذا؟ بعد ما عمل كده نط من ايد بوذا اللي هي فعليا حافه الكون ونزل للعالم البشري. طيب هل في حسبه نقدر نعملها عشان نوصل لسرعته؟ في الحقيقه لا، ما عندناش الوقت اللي هو عمل فيه كده. هل عمل كده في يوم، في ساعه، في شهر؟ مش عارفين، فاحنا ما عندناش حسبه. بس عندنا حسبه لحاجه تانية خالص ممكن نعرف منها سرعه سان وكونج. سان وكونج قادر على السفر من العالم البشري للعالم السفلي، واللي بيتقال ان المسافه اللي بتفصل بينهم هي عرض السماء كلها. طيب ايه هو عرض السماء كلها ده؟ بص يا معلم، تركيبه الكون في الميثولوجيا الصينيه تختلف بشكل كبير عن العالم بتاعنا، والمثال بتاعه في العالم بتاعنا هو الكون المرصود. هتقول لي يا معلم المثال هنا مختلف، انت بتقارن الكون المرصود كله بالعالم بتاع الميثولوجيا الصينيه؟ هقول لك ايوه، كون كامل بعالم كامل، حسبه منطقيه وتطبيليه برضه الحق يتقال يعني. بس المهم حجم الكون المرصود 93 مليار سنه ضوئيه، يعني لو اتحركنا بسرعه الضوء فاحنا محتاجين 93 مليار سنه عشان نوصل للنهايه. ومهما افترضنا اي افتراض زمني ان سان وكونج خد المسافه دي فيه، فالنتيجه برضه هتطلع ان سان وكونج اسرع من الضوء بكتير فشخ. المسافه دي في ساعه، في يوم، في سنه، في مليون سنه، مهما كانت المده هتطلع برضه ان سان وكونج اسرع من الضوء بكتير. بس خلينا انوه عليك تنويه، هل الحسبه اللي انا عملتها دي صح؟ لا، انا معترف معاك انها لا، لاننا في الاخر مش عارفين عرض السماء في الميثولوجيا الصينيه قد ايه. بس المهم يعني خلينا متاكدين في الاخر ان سان وكونج اسرع من الضوء بكتير قوي كمان.
واخر حاجه هنختم بيها قبل ما ندخل لنقاط الضعف فهي قدرات التحمل. سان ووكونج قادر انه يصد هجمات العناصر الطبيعيه زي النار والرياح والماء والحاجات دي كلها بجسمه بس وباقل مجهود، وقادر انه يفضل صاحي وما يحسش بتعب ولا ينام لمده 1000 ليله. سان ووكونج فعليا قادر انه يشيل طفل شيطاني وزنه 1000 طن بسهوله كبيره جدا، وسان ووكونج فضل عايش لمده 500 سنه وهو محتجز تحت جبل. ومش كده وبس، لا، سان ووكونج قادر انه يشيل جبلين سماويين ويجري بيهم كمان، ونجا من اصطدامه مع نيزها، الاصطدام اللي هز الكوكب كله. بس النقطه الاهم والابرز في قدره تحمل سان ووكونج فهو حارب قوات السماء لمده يوم كامل من غير ما يتعب. بس برضه مش دي النقطه اللي هنقدر منها قدرات تحمل سان ووكونج. ابرز واهم نقطه نعرف منها قدرات تحمل سان ووكونج فهي الخلود. بعد ما سان ووكونج فعليا تحايل على الكائنات كذا مره واكل كذا مره من اكل وفواكه الخلود وشال اسمه من كتاب الاموات، فسان ووكونج بقى خالد بعدد من الطبقات المحترمه، 7 طبقات من الخلود مع قدره شفاء وتجدد مذهله. فعليا قطع دراع او راس سان ووكونج مثلا بالنسبه له مجرد نكته دمها خفيف عشان الناس تكتب قصايد واشعار. خلصوا كتابه قصايد واشعار، طب اهو يجدد راسه تاني. ومش كده وبس، لا، لو انت ناسي افكرك فن الجماهير الارضيه، فمع ال7 طبقات خلود دول فهو لازم يموت 72 مره كمان. واخيرا بقى نقط الضعف، وخلينا نكون منطقيين شويه. سان ووكونج قوي بشكل لا يصدق، بس ما يعيبه هو شيء واحد بس، دماغه مسوحاه بشكل مريب، بيورط نفسه في مشاكل ومعارك هو نفسه مش هيقدر عليها لوحده. وغير كده هو مزاجي بشكل كبير جدا، ممكن يخش معركه كامله عشان بس داخل يهزر ومش عايز يستخدم قوته الكامله كمان. وسهل جدا استفزازه. زو باجي واحد من اصحاب سان ووكونج وزميل رحلاته مع الراهب تانك سانزانج، اوقات كتير جدا كان بيستفز سان ووكونج ويفكره باخطائه، وده اللي كان بيضايق سان ووكونج جدا، وبيقرر انه يثبت له نفسه ويدخل نفسه مغامرات كتير هو مش عامل حسابها اصلا. وبص عشان اجيبها لك من الاخر، يعني سان ووكونج لوحده مفيش حد اقوى منه في الميثولوجيا الصينيه غير امبراطور اليشم وبوذا، انما لو بمشاكله الكتير جدا اللي بتدخله معارك مع قوات كامله حرفيا اعدادها بالملايين، هو خصم صعب جدا ومن الصعب قتله، اخرهم يقبض عليه. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت لحد هنا فانت راجل محترم جدا انك مستحمل العظمه اللي انا بعملها دي. عبس ايه، احنا بنتكلم عن سان ووكونج، فكويس ان انت مستحمل العظمه دي، انت كويس ان انت قادر تستوعب العظمه اللي انا بعملها دي. نرجسيه للمره الثانيه. المهم لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل ناس اكتر. تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت تقول رايك في الفيديو. لاول مره شفنا ما تنساش تشترك في القناه، فعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا الجديده اول باول. ولو بتشوفنا على فيسبوك فايوه انا رجعت انزل فيديوهات تاني في فيديو فيسبوك، فما تنساش تحط لايك للفيديو، تكتب كومنت تقول رايك في الفيديو، وتشير الفيديو مع اصحابك او تشيره عندك على البروفايل كده، يعني زق الدنيا شويه. وفي الاند سكرين بتاعت الفيديو هسيب لك بلاي ليست فيها كل فيديوهات مقدار القوه اللي عملناها واللي هنعملها بعد كده لو حابب تشوفها يعني. وفقره الشوت اوت المره دي هتروح لكي 8، اول شخص عارف ان الفيديو هيبقى عن سان ووكونج. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.